البنت الصغيرة لقيت حاجة غريبة بتحصل جوه بيت العرايس بتاعتها. شكل راس غريبة كانت بتقولها انت مين حطك هنا؟ ملحقتش تعرف ايه الحكاية عشان مامتها نادت عليها، وبدأ يحصل حاجات غريبة في بيت اللعب بتاعها. كل شوية العرايس بتتحرك وبتتحط في مكان مختلف هي مش بتبقى حاطاه فيه. البنت مش فاهمة هو مين اللي بيحرك العرايس بتاعتها ومين وقع الراس الغريبة على الأرض. البنت شافت حاجة غريبة، شافت دم في راس العروسة. مامة البنت ندهت عليها وقالت لها تعالي يلا عشان نازلين. فالبنت قالت للعرايس ما تتحركوش. البنت رجعت من بره قالت لباباها الفيلم كان حلو قوي، وودعت باباها ومامتها وقالت لهم تصبحوا على خير. وكانت البنت طالعة لأوضتها ولاحظت حاجة غريبة جدا، العرايس برضو كانت متحركة، وكمان الراس الغريبة دي بدل ما كانت موجودة على الأرض بقت دلوقتي موجودة على الكنبة. قعدت تبص على بقية العرايس بتاعتها وخدت بالها ان المكان الكلب مش هو. لاحظت البنت ان العرايس الموجودين على السلم اختفوا. البنت بدأت تخاف وتحس ان في حاجة غريبة، علشان كمان الراس الغريبة ما بقتش كمان موجودة على الكنبة. البنت عمالة تفكر وتشوف ايه اللي بيحصل في البيت، وبعدين قالت للراس انت مين اللي حطك هنا؟ ده مش مكانك. اعتقد ان البيت ده ملبوس.